اسلام الشاعر مع حضراتكم، مدير مبيعات شركه سمارت بروبرتي. دايما بكلم وبخاطب العميل من على ارض الواقع، سواء المستثمر اللي بيتعامل مع اسلام الشاعر او مع شركه سمارت بروبرتي موجود خارج مصر او داخل مصر. بنقل لك كل حدث عقاري كبير داخل العاصمه، بنقله لك من على ارض الواقع. مشروعات هتبقى فعلا واجهه مصر امام العالم. شركه النيل ما بتهزرش. ده المشروع الاول بتاع 31 نورث، اول فيستيفال تاور موجود في العاصمه. المشروع الثاني بتاعها يبقى نايل بيزنس سيتي، مفتوح فيه البيع، ومفيش حد في مصر ما يعرفش نايل بيزنس سيتي. فكان لازم طبعا اجي واوريكم ان شركه النيل لما اتكلمت سبقت المعدل الزمني بتاعها في الانشاءات اللي كانت قايلاه للعملاء اللي اشتروا في 31 نورث، وابتدت قبل المعدل الزمني بتاعها بكتير. فهو اللي اتكرر في 31 نورث هيتكرر في نايل بيزنس سيتي. حجم المبيعات وصل ل 90%، والشركه ناويه ان شاء الله ان هي في وقت قريب جدا هتطرح الفندقي في نايل بيزنس سيتي. ملوش شبيه 2 سويمنج بول في السماء. بقول لكل عميل تقدر من اول 2 مليون و500 تقدر تحط فلوسك، حتى لو مساحه صغيره تقدر تحطها في نايل بيزنس سيتي. كل المشروعات اللي حضرتك شايفها في الميكس ديوز هتتفلتر، مش هيتبقى غير اللي عامل حساب التشغيل من دلوقتي. غاليه بس القيمه بتاعتها فيها.